شاهد جنون يوسف بليلي بعد هدف أسامة الطنان العالمي على الأردن صدم الملايين. انظر ماذا قال. لكن في البداية، وإذا كنت تتفق أن الهدف الذي سجله مهاجم المغرب أسامة الطنان يعد أجمل هدف في كأس العرب عبر التاريخ، وأن هدف البليلي تراجع إلى المرتبة الثانية، فاضغط لايك واشترك في القناة بكل روح رياضية. توج المغرب أخيرا بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب النشام الأردني بعد مباراة ماراثونية وملحمة أسطورية قدمها على أستاد لوسيل. وشهدت المباراة في دقائقها الأولى هدفا مبكرا للمغرب أحرزه أسامة الطنان بجمالية كبيرة جدا، حيث سدد من خلف وسط الملعب ب6 أمتار نحو شباك الأردن، ما جعل حارس الأردن يرتطم برأسه على القائم والكرة تهوي في شباكه. وفي تصريح ليوسف البليلي نقلته قناة الكأس، أكد البليلي: أنا سعيد بتتويج أسود الأطلس وحفظ ماء وجه منتخبات شمال أفريقيا. وقال أيضا: التقيت مع التنهان قبل أشهر في مباراة تحذيرية في قطر، وطلب مني أسامة أن أعلمه التسديد من بعيد. وقال له يوسف: على الرحب والسعة يا أخي، سوف أعلمك كيف تقذف الكرة من وسط الملعب وتسجل أهداف جميلة مثل الهدف الذي سجلته أنا ضدكم في كأس العرب 2021. فضحك طنان وقال له: أنا موافق يا أخي، والمغرب والجزائر خاوة خاوة.